من حوالي 10 سنين اشترى المنتج حسين علي ماهر مذكرات الفجومي، وكان بيخطط ان هو يحولها لفيلم سينمائي. لكن الحقيقه ان الفيلم ده او المشروع ده ظل حبيس الادراج لسنين طويله جدا، لغايه ما جه المنتج والفنان والمخرج عصام الشماع وتحمس بشده للفكره دي وللمشروع ده، وبدا في تنفيذ هذا الفيلم، واسند دور البطوله للفنان خالد الصاوي. تعالوا معانا نتعرف اكتر على تفاصيل هذا الفيلم اللي بيحكي عن مذكرات احمد فؤاد نجم، وكمان بيؤرخ لفترة الستينيات. واللقاء الجاي هيكون مع الفنان صلاح عبد الله أحد أبطال الفيلم. الفقراء حياكلوا بطاطا وحيمشوا بكل قلاطة، يا بخليهم الفقراء حياكلوا بطاطا وحيمشوا بكل قلاطة، وبدل ما يسموا شلاطة حيسموا عيالهم جعان. انت ضيف بلادي يا سيادة، ما يطلبه المستمعون. انا هويت اسم الله عليك، ايه المزاج العالي ده؟ الله الله الله، ده انت جاي يعني من كيف جاهز. لسه لما تسمع شعر كمان يا مولانا. هنسمع يا سيدي ونشرب ونرتوي. طب قلب بالسلوفانه بقى يا شيخ غمام. انا ما تتخلقش. ما حصلش. دكتور عصام الشماع اللي هو صاحب السيناريو والحوار والمخرج الفيلم، هو اللي سماه همام، هو الشيخ امام عيسى. هما كانوا ثنائي، كانوا توأم، وكان توأم فني عبقري واحنا عشناه يعني. ورغم كل محاولات حجبه عن النور وعن الناس خرج وانطلق وما زال يخرج، وبالعكس بيزداد انطلاقا الايام دي في ثوره 25 يناير. اللي هو احمد فؤاد نجم شاعرنا العبقري العظيم، والشيخ امام عيسى الف رحمه ونور عليه. فانا عامل دور الشيخ امام عيسى، وبس احنا مسمينه في الاحداث يعني همام موسى، الشيخ همام موسى. واحمد فؤاد نجم اللي هو ادهم فؤاد نسر. طبعا تغيير الاسامي دي ليها سر يعني مش هنقوده دلوقتي، هنعرفه في الفيلم يعني، عشان الفيلم ده مذكرات الفجومي دي من وجهة نظر استاذنا الاستاذ احمد فؤاد نجم.